اكتر حاجتين بحبهم وبقيت مشهوره بيهم قوي البنجر والسلطه، علشان كده في الفيديو ده هقول لكم كل السلطات اللي دخلت فيها البنجر وكل الطرق اللي ممكن نعمل بيها السلطه، زي مثلا ان البنجر يدخل في دريسنج او نطبخ بيه مكون من مكونات السلطه زي الفلافل. والبنجر نفسه يا اما بجهزه في البيت او بجيبه جاهز من جرين هاوس، ومعتمده اساسا على البنجر الاحمر في السلطات والوصفات بتاعتي كلها، بس مفيش مانع ان احنا نجرب حاجه جديده زي البنجر الذهبي والبنجر المخطط. وعملتهم بالطريقه السهله والاساسيه للبنجر بان انا شويتهم في الفرن او في الاير فراير وقطعتهم مع ورق اخضر وزيت زيتون وجبنه فته، ودي الطريقه السهله اللي ممكن تعملوا بيها اي سلطه بنجر. تاني اسهل طريقه تعملوا بيها البنجر انكم تشووه وتقطعوه وتضيفوه مع اي سلطه بتحبوها مع دريسنج خفيف، ولو عايزين لون احلى ممكن تضيفوه في الدريسنج بتاع السلطه مع زبادي وزيت زيتون ورشه ملح زي ما عملت هنا في سلطه الخوخ، وده بيبقى حلو لما البنجر ما ينفعش يتحط في مكونات السلطه الاساسيه بس ممكن يتحط في دريسنج. اما بقى في السلطه دي استخدمت بنجر جاهز من جرين هاوس مع برتقان احمر وفراوله بيضه ودريسنج خفيف من جرين هاوس عشان يكمل المكونات. في سلطه سيزر بقى كنت عايزه اضيف بنجر بس ما ينفعش اضيفها المكونات فضفتها في الدريسنج، وكنت جايباه جاهز من جرين هاوس عشان مكوناته كلها طبيعيه وطلع باللون الحلو قوي ده، وكان من احلى السلطات اللي اكلتها في حياتي. الدريسنج مكوناته كانت مظبوطه قوي، ولما ضفت له بنجر ما اثرش على الطعم خالص، بالعكس خلى طعمه احلى. وتخيلوا لما يطلع عندكم اللون ده من غير اي مواد حافظه او الوان صناعيه. ومش بس السلطه شكلها حلو قوي، لا كمان طعمها حلو، ومن كتر حلاوه السلطه دي قررت ان لما افتح مطعم هتكون اول واحده في المنيو. ولاني بحب اعمل سلطات كتير قوي للكبار وكمان وصفات للاطفال، عملت وصفه حلوه قوي للاطفال مع جرين هاوس، سلطه مكرونه بالبنجر وعليها خضار كتير قوي مستخبي، ودي لذيذه قوي للاطفال اللي ما بيحبوش قوام البنجر نفسه. ودي سلطه كلاسيك جدا، بنجر ورمان وجبنه وجرجير، سهله وخفيفه للناس اللي مش بيحبوا الاختراعات. اما بقى في السلطه دي جمعت بين اكتر حاجتين بحبهم في المطبخ اللبناني وهي الفتوش والحمص. حطيت كل مكونات الفتوش في السلطه وضفت عليهم حمص ملون، ومنهم برضو حمص البنجر واللي استخدمته في سلطه تانية سلطه الجرجير والتوت، والبنجر موجود متقطع وكمان في الحمص. مش متخيلين السلطه دي حلوه ازاي لنضاره البشره ومقاومه الالتهابات لانها مليانه مضادات اكسده. والسلطه اللي جايه دي احلى سلطه بنجر جاهزه اكلتها في حياتي، لان المكرونه معموله بصوص البنجر وعليها قطع بنجر متقطعه وفرنش دريسنج خفيف خلى طعم المكرونه والسلطه كلها حلو. في السلطه دي كنت عايزه حاجه دافيه شويه زي البطاطا، وحطيت معاها بنجر ورمان وخس وبصل احمر، وحسيتها بتشبع قوي لانها تعتبر وجبه كامله. وسبت لكم احلى سلطه للاخر وهي سلطه الطعميه بالبنجر. عملت الطعميه بالطريقه التقليديه جدا بس ضفت عليها البنجر مهروس وحطيتها مع جرجير وخس وطماطم وصوص طحينه من فوق. اكتبوا لي ايه اكتر سلطه عجبتكم واستنوا الفيديوهات الجايه عشان تشوفوا وصفات تانية بالبنجر غير السلطات. وبالهنا والشفا. لو عايزين تاكلوا سلطه كل يوم وكل مره تاكلوها هتلاقوها فريش زي اول مره، يبقى الحل هو انكم تعملوا السلطات في برطمانات. اول حاجه هنحطها هي الدريسنج. انا عملت هنا دريسنج بالجبنه القريش بالبنجر، بعدها حاجه ناشفه او مقرمشه زي الكرنب البنفسجي عشان ياخد من طعم الدريسنج. كده انتوا فصلتوا الدريسنج عن باقي الحاجات، ممكن بقى تحطوا اللي انتوا عايزينه. حطيت خيار وطماطم صفرا، ومش شرط تحطوا نفس الحاجات بالظبط، ضيفوا اي حاجه انتوا عايزينها، وده الهدف من السلطه انكم تبقوا متشجعين تاكلوها كل يوم. وبعدين ضفت فلفل احمر بس مش كتير، وفلفل الوان انا هنا ضفت البرتقاني علشان يكون كل الالوان موجوده. وبعدها ضفت للسلطه اكتر حاجتين بحبهم الذره والرمان، والرمان في الموسم بتاعه فلو بتحبوه هاتوه حطوه على كل السلطات بتاعتكم. واخر حاجه خالص الورق الاخضر سواء جرجير او خس او ميكس سلطه، المهم انه يتحط اخر حاجه في البرطمان علشان ما يتبلش. لو عملتوا سلطات الاسبوع بنفس الترتيب هتفضل دايما طازه وطعمها حلو، وهتبقوا عملتوها مره واحده، يعني مش هتحتاجوا تقطعوا خضار كل يوم وتفصصوا رمان. ووقت التقديم او الاكل اقلبوها في طبق وقلبوها هتلاقوها حلوه قوي اكنكم لسه عاملين. استخدموا اي نوع برطمانات، انا هنا استخدمت 3 عندي كان موجود فيهم ورق عنب. المهم تغسلوهم وتنشفوهم كويس واعملوا سلطات كل يوم بالهنا والشفا. سلطة فلافل حمص من بلاد الشام، تغيير شوية عن الشكل التقليدي اللي بناكل بيه فلافل الحمص واللي عادة بيكون في عيش صاج معاه تومية. جربوا تضيفوها في سلطة، وهقول لكم على مكون سري هيخلي الفلافل طعمها حلو قوي والاطفال كلهم بيحبوها. حطيت جرجير معاه خس وعليه سلطة طحينة، وكل ما تزودوا خضار كل ما السلطة تكون احلى. انا زودت بصل وطماطم صغيرة. انتوا بتعملوا عجينة الفلافل ضيفوا على الحمص بنجر مشوي، ده هيخلي لونها احلى وفايدتها اعلى. والفلافل حلاوتها انها ممكن تتعمل باكتر من طريقة، سواء بالحمص زي ما بيعملوها في بلاد الشام او بالفول زي ما بنعملها في مصر وبنسميها طعمية. الاتنين احلى من بعض سواء بالحمص او بالفول، ومغذية ومصدر بروتين نباتي حلو. ولو عايزينها صحيه اكتر ممكن تعملوها في الفرن او في الاير فراير. قولوا لي حابين السلطه الجايه تكون ايه ومن بلد ايه، وبالهنا والشفا. كنتوا تعرفوا ان سلطه سيزر اصلها المكسيك؟ هعمل لكم سلطه من كل بلد، والنهارده هنشوف سيزر اتعملت ازاي. شيف ايطالي اسمه سيزر هو اللي اخترعها في مطعمه في المكسيك. فجأة المكونات عنده قلت وقرر يحط كل حاجة على بعض، وطلعت السلطة الخطيرة دي اللي دايما بنعملها وبنحبها في كل صيف. الأساس بتاعها 4 حاجات: خس روماني، عيش محمص وجبنة بارميجان، وطبعا صوص سيزر المعمول من بيض توم ومستردة وأنشوجة، زيت زيتون وعصير ليمون وجبنة بارميجان. وبدأوا مؤخرا يضيفوا فراخ أو جمبري، والناس النباتيين بيضيفوا حمص، وبدأوا يضيفوا لها حاجات جديدة زي ما أنا حطيت البنجر على صوص السيزر علشان تطلع باللون الحلو ده، والاطفال يحبوها وتكون حلوه في كل وقت، وطبعا قيمه غذائيه اعلى لاننا بنزود خضار. ومن وقتها بقت دي سلطه مشهوره جدا، كل الناس بتحب تعملها لانها سهله جدا، مكوناتها قليله وفي نفس الوقت حلوه قوي، فيها كل العناصر الغذائيه فتعتبر وجبه متكامله. نشويات في العيش المحمص، بروتين موجود في الفراخ، ودهون صحيه موجوده في الصوص. جربوا تعملوها بالطريقه التقليديه وبالطريقه دي، واستنوا سلطه تانية من بلد تانية، وبالهنا والشفا.
دي جبنه بطماطم، ودي اكتر اكله بحبها في الفطار من وانا صغيره، بس تعالوا ندلعها شويه ونعملها بطريقه مختلفه. اول فكره جت في بالي لما شفت الطماطم لونها اصفر وحلو كده اني اعملها مع جبنه قريش بس بالبنجر. لو حطيتوا جبنه قريش مع بنجر وزيت زيتون ورشه ملح هيطلع لونها خطير كده وهيعجب الاطفال جدا. ومش شرط تحطوا عليها طماطم صفرا، ممكن تحطوا عليها الطماطم الحمراء العاديه، بس اهم حاجه لو اطفالكم اقل من 4 سنين تقسموا الطماطم نصين، رشه بقدونس من فوق وعليهم رشه زيت زيتون. حلوه قوي في الفطار مع عيش بلدي او عيش لبناني، او ممكن تاكلوها لوحدها خالص من غير عيش، وممكن تعملوها سندوتشات للاطفال في المدرسه، وكده تبقوا ضربتوا عصفورين بحجر، عملتوا حاجه طعمها حلو وشكلها حلو وفي نفس الوقت مغذيه للاطفال. جربوها وقولوا لي رايكم بالهنا والشفا. اول مره اجرب البنجر الذهبي، تعالوا اقول لكم كل حاجه عنه. اول ما تشوفوه هتلاقوه عادي جدا شبه البطاطس اصلا من بره، بس اول ما تفتحوه هتلاقوه شكله حلو قوي، الوانه حلوه، طعمه مسكر شويه اكتر من البنجر العادي، ومش بتحسوا بالطعم الترابي اللي ممكن تحسوه لما بتاكلوا البنجر ني. اللذيذ فيه ان هو ممكن يتاكل ني زي ما هو، او ممكن يتعمل زي البنجر العادي بنشويه في الفرن. انا بحب احطهم في ورق فويل وادخلهم في الاير فراير، واول ما بيطلع القشره بتاعته بتتقشر بكل سهوله، وممكن تقشروها بايديكم عادي من غير سكينه. بالنسبه للفوائد الموجوده فيه، هي تقريبا زي البنجر العادي بس فيها فيتامين سي اعلى، وانواع مضادات الاكسده مختلفه في الاثنين. والبنجر العادي فيه صبغات طبيعيه يعني يقدر يصبغ الاكل اللي بيتحط عليه، لكن البنجر الذهبي لا مش بيعمل كده. يلا نجربه في سلطه سوا. انا كنت عايزه ابين طعمه اكتر فما حطيتش حاجات كتير في السلطه، فحطيت ميكس سلطه كده فيه ورق اخضر ومعاه بنجر متقطع شرايح. حطيت البنجر الذهبي من فوق وقطعته دواير علشان شكل الدواير بتاعته الحلوه ما يضيعش، عليهم جبنه فته ورشه ملح ورشه زيت زيتون. وكمان عملت النوع التاني من البنجر بنفس الطريقه، هقول لكم على الفيديو اللي جاي. قولوا لي لو جربتوه قبل كده ولا لا، وقولوا لي ايه اغرب نوع خضار جربتوه، وبالهنا والشفا. اول مره اجرب البنجر المخطط، وده بعد ما جربت البنجر الذهبي. فتعالوا اقول لكم كل حاجه عنه والفرق بين هو من بره زيه زي اي نوع بنجر انتوا ممكن تكونوا جربتوه، لكن من جوه اول ما بتفتحوه بتلاقوه مخطط كده، وبيسموه كاندي عشان شبه الكانديز او الحلويات، وليه اسماء تانية كتير لانه شبه اللعبه اللي بنرمي عليها اسهم. طريقه تحضيره عاديه جدا، بنشويه زي البنجر العادي، وممكن يتاكل ني لانه ما فيهوش الطعم الترابي اللي موجود في البنجر العادي، وممكن يتعمل مخلل بيبقى طعمه حلو قوي. انا هنا عملته في سلطه، في ميكس سلطه فيه ورق اخضر وورق بنجر وجبنه فته ورشه زيت زيتون ورشه عسل. فوائده بقى خطيره، غني جدا بفيتامين A وسي وفوليك اسيد، وفي مضادات اكسده شبه شويه اللي موجوده في البنجر العادي. واحلى حاجه عجبتني فيه ان هو حلو قوي للاطفال، علشان هو اولا شكله حلو قوي ولونه جميل، والاطفال دايما بيحبوا ياكلوا الحاجات اللي فيها حاجات ملونه كتير، وكمان هيعجبهم قوي لان هو شبه الكانديز اللي هم بيحبوها بياكلوها. جربوا وقولوا لي رايكم، قولوا لي عايزين نجرب ايه تاني المره الجايه، وبالهنا والشفا.